الطفل اللي بيعض اشخاص معينة بس يختبر حدوده مع اكتر ناس هو حاسس معاهم بالامان. السلوك ده سلوك شائع جدا في السن دوت. الطفل لحد ما بيبقى عنده سنتين ما عندوش كلمات كتيرة، فبيعبر عن احساسه بجسمه وبيطلع اقوى مشاعره مع الشخص اللي هو متأكد ان هو مش هيسيبه. العض في السن ده في الغالب بيبقى تفريغ توتر او طلب انتباه سريع، ولو كل مرة عضك فيها اخد منك رياكشن كبير قوي زي نو ما تعضش او اي حاجة فيها نوع من الاتنشن الزايد قوي، حتى لو اتنشن سلبي، انت لسه في الاخر اديتيله اهتمام. الطفل ما بيقدرش يفرق ما بين الاهتمام السلبي والاهتمام الايجابي، وعشان كده مهما كانت العضة قوية، وانا عارفه انه ساعات بيوجعوا جدا، لازم الرياكشن بتاعنا يبقى فيه هدوء. كل هدوء هقول العض بيوجع، انا هبعد جسمي عنك دلوقتي عشان خاطر احس بالامان، انا مش هسمح لك انك تعضني تاني. وما نجيش عند هنا نوقف، لانه الطفل لسه عنده احتياج ما قدرش يوصل له. اديله اوبشن مختلف. خد الخياره دي تعض فيها، خد العضاده دي عض فيها، خد المخده دي عض فيها، لكن جسمي مش للعض. لو عجبكم الفيديو دوت يا ريت تعملوا لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتس انتوا بتعملوا ايه لما بيحصل معاكم كده.